جايه لكم النهارده بقى بعد طول غياب بالوصفه القمر دي، لانشون فراخ بالزيتون. هنعمله بطريقه سهله جدا وبطعم وشكل روعه. حقكم عليا الفتره اللي فاتت انا ما كنتش مطنشه ولا حاجه، انا كان عندي بس مشاكل كده في الفيسبوك وكنت بحلها. وحابه اشكر برضو كل الناس اللي سالت عليا، ربنا يخليكم يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. هسمي الله وهجيب معايا نص كيلو كده من صدور الفراخ، وهحط عليه نص كوبايه من النشا، واحط عليه كوبايه ميه متلجه. شايفين انا حاطه فيها كمان مكعبات تلج. والتوابل بصل باودر وتوم باودر وملح وفلفل وبابريكا ومكعب ماجي. هكتب لكم بالظبط نسب التوابل قد ايه. بصوا بضربه كويس جدا لحد ما يبقى معايا كده كريمي، يعني عايزاه عايزه الفراخ كانها بيوريه. شايفين الفراخ ناعمه جدا، ما فيهاش اي قوام ولا اي حاجه. بعد كده هنزل عليها بنص فلفلايه حمراء وشويه زيتون اخضر مخلي من غير بذر. خلاص كده انا وقفت الضرب في المرحله دي، مش هضرب تاني لان انا عايزه الحاجات اللي انا حطاها دي صحيحه كده بالشكل اللي انا حطاها. جبت كده الكوبايات ودهنتها دهنه زيت. بصوا هعمله النهارده معاكم باسهل طريقه، يعني الناس اللي بتحس ان طريقه الاكياس الحراريه او الاسترتش او الحاجات دي فيها صعوبه عليها، النهارده هعمله معاكم في الكوبايات باسهل طريقه. بصوا انا حطيته كده في كيس حلواني وبضغط كويس جدا، والهدف كده من الضغطه دي ان رول اللانشون كده في الاخر يطلع معايا كده اسطواني ومضغوط، ما يطلعش فيه فراغات. يعني مهم قوي حركه ان انا احطه في كيس حلواني او كيس تلاجة واضغطه كويس كده. وبرده معلومه مهمه جدا، لما بحطه في الكوبايات بحط الكوبايه الا القيراط او عقله الصباع دي مسافه ما هتستوي فيها، يعني ما ينفعش احطها في الاخر، هتلاقوها طلعت واتدلقت بره الكوبايه. جبت كده ميه مغليه، حطيت فيها شويه لورا وشويه فلفل حصى، واحط الكوبايات. مهم قوي الكوبايات برضو تتحط الميه تبقى لحد تلتها او لحد نصها. شايفين بالشكل ده كده. هسيبها تغلي لمدة 5 دقايق، وبعد كده هقفل الغطا واسيبها حوالي 50 دقيقة. شايفين بعد ما طلع بقى؟ بصوا المنظر يا سيدي على الحلاوة. شايفين الجمال؟ حد يقول ان ده لانشون معمول في البيت؟ مستحيل. ان شاء الله بإذن الله تخلصوا الفيديو وتعملوه، هيطلع معاكم بطريقة وطعم روعة. بصوا اعمل لكم ساندوتش برضه اوريكم شكله. شايفين؟ مش لازم حتى يعني تعملوا اللانشون ده في فترة المدرسة على طول، ممكن على طول السنة تعملوه. انضف واطعم واوفر واحلى من بره بكتير.